السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا السنة دي تعبانين شقيانين عشان نطلع منتج بكواليتي عالي، زي بنحل كتابي وبنشرح بنحل افكار عليا كمان ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نكمل ده وهنحل برضو كتاب الامتحان. انا مش مميز قوي، طلبة المنصة وطلبة سنتر اونلاين كلكم طلبتنا وكلكم نجاحكم بالنسبة لنا هو الهدف الاسمى. فبالنسبة لي ان انا ان شاء الله هنزل حل كتاب الامتحان على اليوتيوب للجميع. عايز تشترك معانا منصة مجانا حتى قول لي واديك الاكواد، ما عنديش اي مشاكل خالص. الهدف الرئيسي انك تذاكر وما تنساش تدعي لنا دايما بالتوفيق والسداد. ويلا بينا. اول سؤال بيقول لي من الاشكال التاليه يمثل بشكل صحيح الاتجاه الاصطلاحي. الاتجاه الاصطلاحي هو اتجاه الشحنات الموجبه من الاعلى جهد الى الاقل جهد، واتجاه حركه الالكترونات الحره. طبعا الالكترونات العكس. طبعا اولا انا لازم الغي الف لان ما ينفعش الاثنين يكونوا في اتجاه واحد. برضو نفس الكلام ب. تعال نبص هنا كده، ده الاي الاصطلاحي مشي من الموجب للسالب والالكترونات العكس، يبقى الاجابه الصحيحه رقم ج. تعال نخش على السؤال الثاني. الشكل المقابل يمثل جزءا من دائره كهربيه في اي الاميترين يقرا قراءه اكبر. احنا لسه هناخد قدام شويه الموضوع ده يعني، ولكن بالمنطق الاميتر هو بيعد ميه ماشيه، فالميه اللي هتمشي هنا هي الميه اللي هتمشي هنا، فبالتالي الاثنين لهما نفس القراءة بالظبط. 3. إذا كانت شدة التيار الكهربي المار هو 2 أمبير فإن الكمية الكهربية. طبعا أنا عارف المثلث أهو إن الكيو أي في التي، فهو عايز الكيو 2 في 10 ب20. الطلب الثاني الزمن اللازم لمرور شحنة قدرها 4 ملي كولوم. والله التيار الزمن كيو على اي، 4 على 2 ب 2 ملي. رقم 4. في الشكل المقابل تمر شحنة كهربية سالبة مقدارها 2 مايكرو كولوم عبر مقطع اكس خلال 4 ملي ثانية، فإن شدة واتجاه التيار. أولا هو عايز الاي، وقلنا الاي كيو على التي. كيو على التي جميل. الاي كيو على التي ماشي. الكيو ب 2 مايكرو يعني 2 في 10 أس سالب 6، والزمن ملي يعني 4 في 10 أس سالب 3. هيطلع لك الناتج برقم، ولكن الاختيارات كلها بالملي، فبعد ما يطلع الناتج لازم اضرب في 10 أس 3 يطلع معاك نص. وطبعا اتجاه التيار الاصطلاحي عكس ده، يبقى من واي لاكس، يبقى الاجابه رقم د. رقم 5. اذا كان معدل مرور الالكترونات الحره في سلك هي كذا ومعدل مرورها في واي هي كذا، فإن نسبة شدة التيار. بص يا باشا، والله إن الأي إكس على أي واي التيار طردي مع عدد الإلكترونات، يبقى إن إكس على إن واي. كده كده الشحنة ثابتة والزمن ثابت بس. فإن إكس ب 10 أس 20 وإن واي ب 2 في 10 أس 20 طبعا يديك نص. كلام سهل وبسيط. 6. هيبدأ الأفكار بقى تعلى شوية. الشكل المقابل يمثل شحنة 2 مايكرو كولوم وبتردد 1000 هرتز، فإن شدة التيار. كنا واخدين قانون، لو أنت ما شفتش المحاضرة الأولى هنحطها لك في الديسكريبشن تحت، اتفرج على قوانين التيار. والاي بتساوي كيو في الاف. الكيو 2 في 10 أس سالب 6 مايكرو، والاف تردد 1000 هرتز. الحاسبة تقريبا هيديك 2 ملي امبير. طبعا بعد ما تطلع الناتج عايزه بالملي اضرب في 10 أس 3 ماشي. طبقا
لنموذج بور لذرة الهيدروجين. يتحرك الإلكترون في مسار دائري نص قطره 53 أنجستروم في 10 أس سالب 10 بسرعة كذا. خدنا برضو قانون، بص الكلام اهو، ان الاي كيو في الفي على 2 باي نق، وما دام قال الكترون او هيدروجين يبقى الالكترون بواحد، يبقى الكيو واحد في الشحنة في السرعة اللي معاك على 2 باي نق. احسب على حاسبة يديك اللي انت عايزه كله. رقم 8. في الشكلين المقابلين جسيمان اكس واي يحملان شحنتين كيو و2 كيو على الترتيب في مسارين دائريين، فإن النسبة بين شدة التيارين الناتجين عن دوران إذا كانوا نفس التردد. خلي بالك بقى، ما الاي كيو في اف ما دام نفس التردد انا مش هدخله معايا في اللعبه، فهو ما دام عايز اي اكس على اي واي يبقى كيو اكس على كيو واي. فكيو اكس قال لك بكيو وكيو واي ب2 كيو، يبقى الاجابه نص. طب نفس السرعه الخطيه، ايه القانون؟ والله انا عارف ان الاي كيو في الفي على 2 باي نق، ماشي، الفي ثابته، يبقى اللعب مع الكيو والار بس، يبقى اي اكس على اي واي يساوي كيو اكس على كيو واي ار واي على ار اكس عشان عكسي. كيو اكس بكام؟ بكيو واحد يعني، كيو واي ب2، ار واي بار واحد، ار 2 اكس ب2 ار يعني 2 على حاسبة يديك ربع. ماشي. 9. الشكل بيان المقابل يمثل علاقة بين كمية الشحنة والزمن فتكون شدة التيار. طبعا سهلة، شدة التيار ده الميل، فرق الصادات على فرق السنات، 30 على 3 ب10. اوكي، كلام سهل. هو كتاب الامتحان من الكتب، يعني هو كتاب مميز ببساطته، في صعوبته بسيط، في سهولته بسيط، كتاب لطيف يعني، ولا يبعد كثيرا عن اخر السنه. 10. الشكل بيان المقابل يمثل العلاقه بين الشحنه الكهربيه المارة عبر مقطعي موصلين اكس واي، فإن النسبة طبعا واضح جدا ان الميل هو الاي، فميل اكس اكبر من واي فاكيد اكبر من الواحد. ولا تنسى ان الميل هو الزاوية مع الافقي، اخد الزاوية مع الافقي. ماشي. 11. من غير ما ابص التيار، بص اللمبة، لو بصينا على اللمبه دايما التيار ثابت ما بيتغيرش، فالتيار مهما كان العلاقات هو ملوش علاقه، ولا بيعتمد على الان ولا على الكيو ولا حاجه، التيار دايما ثابت، دايما ثابت. اوكي. هنا بقى يقول لك ايه؟ الشكل بيان المقابل يمثل علاقه بين شده تيار المار في موصل وزمن مروره تي، فإن كمية الشحنة عبر مقطع موصل. الكيو اي في التي، الكمية الكهربية اي في التي، وما دام عايز حاصل ضرب محور الصادات في محور السينات، ما دام عايز حاصل ضرب محور الصادات في محور السينات، بجيب حاجة اسمها المساحة اللي تحت المنحنى، المساحة اللي تحت المنحنى، 5 في 10 ب50. اوكي. وهذا قد انتهينا من شدة التيار. تعالى نخش على فرق الجهد.
فرق الجهد بيقول لك ايه؟ تعتبر البطاريه في الدائره هي مصدر، وهذا السؤال عليه مشاكل. البطاريه هي مصدر الطاقه، هي اللي بتزق الالكترونات اللي في السلك بس. 14 موصل معدني يتصل طرفاه بمصدر جهد مستمر لتكوين دائرة مغلقة، فأي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لحركة الإلكترونات؟ هل تهتز في مواضعها دون أن تنتقل؟ تنتقل داخل المصدر تجاه الطرف ذو الجهد الأعلى، تنتقل خارج المصدر تجاه الطرف ذو الجهد الأقل، تنتقل خارج المصدر ذو الجهد الأعلى. واحدة واحدة بالراحة بسيطة. بقول لك موصل معدني يتصل طرفاه بمصدر جهد مستمر لتكوين دائرة مغلقة، فأي العبارات بالنسبة لحركة الإلكترونات؟ الإلكترونات تتحرك. تعال نرسم بطارية اهي. الإلكترونات في السلك اهي تتحرك خارج المصدر من السالب للموجب، أما جوه المصدر من الموجب للسالب. فتعالى كده يبقى تهتز، تنتقل خارج المصدر اتجاه الطرف غلط، تنتقل داخل المصدر غلط، تنتقل خارج ذو الجهد الأعلى أو من أعلى. خلاص. وعلى فكرة علميا يعني إن الإلكترونات ما تتحركش، بتهتز، بتنتقل عن طريق الاهتزاز زي البندول كده. ماشي؟ طيب 15 في أي الحالات الآتية يعبر عن سهم اتجاه تقليدي؟ تقليدي يعني من الأعلى للأقل، يبقى أكيد الإجابة رقم ألف. في الشكل المقابل تكون الشحنة كيو، فإن عايز الشغل طبعا دي 15 ودي -5، يبقى فرق جهد 20 فولت، والفي بتساوي دبليو على كيو، يبقى الدبليو في كيو 20 في 4 ب80. فرق الجهد بين النقطتين يلزم بذل شغل 30 لنقل شحنة 10، 30 على 10 ب3. إذا كان الشغل مبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 5 كولوم هو 100 جول، فالكمية خلال 1 ثانية، فهنا فرق جهد. طبعا فرق جهد 100 على 5، دبليو على كيو، الدبليو معاك والكيو معاك ب20. شدة التيار كيو على تي 5 على 1 ب5. عدد الإلكترونات خلال 2 ثانية، خلي بالك بقى الN عبارة عن I في التي على E. الاي طلعناها ب5 امبير، الزمن بثانيتين، والشحنة ثابتة تطلع زي ما تطلع بقى. خلي بالك الزمن هنا 2 ثانية. طب يا مستر ما الN كيو على الإي، هنا مش هينفع تستخدم الكيو اللي هي ال5 عشان ال5 دي خلال ثانية، فعايز اشتغل بالكيو اشتغل بال10 ضعفها عشان الزمن وكيو طردي. اوكي. الكولوم يساوي كمية من الشحنة، الكيو عبارة عن اي في التي. ماشي. إذا مرت مش عارف 55 50 ونص تحتاج إلى شغل قدره 5 مش عارف إيه. طبعا هي الإجابة رقم د، عشان تعريف الوحدة لما الكمية الكولوم هي الكمية الكهربائية لما الباقي بواحد، أو هي الكمية الكهربائية لما الاتنين يكونوا قد بعض، اللي هي الإجابة الأخيرة. الجزء النظري ما بيجيش امتحانات يعني. إذا كان الشغل مبذول لنقل 10 أس 20 إلكترون، ما دام اداك دي يبقى أكيد هتجيب كيو أو تيار يساوي كذا، والشغل المبذول كذا خلال كذا، فإن النسبة فرق جهد. فرق الجهد طردي مع الشغل يبقى دبليو اي على دبليو بي، وعكسي مع الكيو يبقى كيو بي على كيو اي. بس الشغل معاك ب10، الشغل التاني ب20، كيو بي بتساوي الان في الشحنه، والشحنه كده كده ثابته، يبقى ياخد عدد الالكترونات بس، يبقى 4 في 10 أس 20
وهنا 10 أس 20 بس. آلة حاسبة دي تطير مع دي، 40 على 20 ب2. خلاص معايا كلام سهل وبسيط، ركز بس براحة. أي الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين فرق الجهد والزمن؟ فرق الجهد والتيار لا يعتمد إطلاقا على الزمن. أي الأشكال التالية تمثل علاقة بين الشغل والكيو؟ الشغل والكيو طردي، الشغل والكمية الكهربائية طردي، بس الفرق جهد ملوش علاقة ولا بالشغل ولا بالكيو. ماشي. قانون أوم. أي الحالات التالية تكون شدة التيار في المقاومة R أكبر؟ فرق جهد أو الأي بيساوي في على R. ما دام كل المقاومات ثابتة يبقى شدة التيار أكبر في فرق الجهد الأعلى، يبقى ال4 فولت. 24. في الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية فإذا كان الجهازين X و Y موصلين بشكل صحيح. طبعا احنا لسه هناخد الكلام ده بالتفصيل يعني، بس اللي بيتوصل تحت كده بيقيس فرق الجهد ده بفولتميتر بتاع فرق الجهد، فولتميتر. اما ده اميتر. يبقى على الترتيب X اميتر وY فولتميتر، يبقى فين؟ اهي ب. وحدتي القياس طبعا الاميتر امبير او كولوم على الثانية، بس واي فولت او جول على كولوم، يبقى الف. 25. اذا مر كذا الكترون، قلت لك ما دام جاب لك الكترون وزمن يبقى اكيد هتجيب الاي. ما هي الاي؟ ان الكترون في الشحن على الزمن، ان معاك واي معاك وزمن معاك، هتجيب الاي عبر مقطع فرق الجهد معاك الفي والار في على اي. ماشي. 26. الشكلين المقابلين 1 و2 يوضحان جزئين من دائرتين كهربائيتين يمر بهما تياران شدتهما I1 و I2 على الترتيب، فإن النسبة بين شدتي التيار I1 و I2. تعالى يا باشا واحدة واحدة واحدة. الآي فرق الجهد على المقاومة في على R 20 على 5 ب4 أمبير. 2 بص بقى، 5 ناقص 20 عشان فرق الجهد ب25 على 10 ب2.5. فرق جهد، جبت فرق جهد وقسمت على المقاومة. هو عايز I1 ب4 Y2 ب2.5 تقريبا 8 على 5. موصل مقاومته 10 اوم يمر به تيار نص، فإذا مر بنفس التيار 1 أمبير مع ثبوت درجة حرارة. كلمة ثبوت درجة حرارة يعني المقاومة ثابتة. وخلي بالك المقاومة لا تعتمد ولا على التيار ولا على الجهد، يبقى المقاومة ثابتة 10 زي ما هي. ماشي. 28. الشكلان المقابلان يمثلان موصلين يمر بكل منهما تيار كهربي، فإذا كانت النسبة بين I1 و I2 تلت. تعالى كده بالراحة. I1 تلت عبارة عن Vx أو V1 اللي هي 5 ناقص 7 ب12 على المقاومة اللي هي 1.5 في المقاومة التانية اللي أنا معرفهاش اللي هي بR ب1 يعني، وفرق الجهد ما معرفوش هسميه V2 مثلا. عايز أجيب V2 بقى، ما هو أهو I1 على I2 بتساوي V1 على V2 في R2 على R1. أنا عايز أجيب V2. تعال اشتغل شوية رياضة.
12 في 3 ب36 على 1.5. تعال نشوفها بكام. استنى. 12 في 3 على 1.5 هيطلع فرق جهد 24. يعني في 2 ب 24. اسألك بقى سؤال رياضي. 22 كبير و24 فرق بينهم. انا معايا عمر 22 جنيه والفرق بيننا 24 جنيه وانا الكبير، يبقى انت معاك كام؟ ايوه تاني. انا معايا 22 اكس والفرق بيننا 24 اكس وانا الكبير، يبقى انت لازم يكون معاك سالب 2 اكس، سالب 2 فولت. ما هو ده سمي دي اكس اهي، هو سميها اكس اصلا. يبقى موجب 22 اهي 22 ناقص اكس بتساوي 24. آلة حاسبة يديك الناتج على طول بسالب 2. خلاص. 29 الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية تم فيها إجراء إحدى التغييرات الآتية، وهي زيادة القوة الدافعة على الضعف. ده سؤال ولا مش عايزين؟ زيادة القوة الدافعة للضعف، انقاص القوة للنصف، زيادة المقاومة للضعف، انقاص المقاومة. فإن شدة التيار تزداد. الآي في على ار. الاي طردي مع الفي، فمعنى التيار زاد يبقى القوة زادت، يبقى واحد صح. والار عكس مع الاي، فعايز الاي تزيد يبقى المقاومة تقل، يبقى الأخيرة صح. يبقى الأولى والأخيرة. فين الأولى والأخيرة؟ أهي. ماشي. في الدائرة الكهربية المقابلة عند زيادة جهد المصدر فإن المقاومة لا تتغير من غير ما أبص. أكيد المقاومة، لأن المقاومة ملهاش علاقة. أهي. المقاومة لا تعتمد ولا على التيار ولا على الجهد، عشان ننجز يعني. ماشي؟ طيب. هنا 34 مديك علاقة بين الاي والفي. طبعا الميل 1 على ار عشان هو عكس، يبقى كده اكبر مقاومة هي البي لان العلاقة عكس الميل، يبقى ار بي اكبر من ار اي. فتعال نبص بقى. السلك لو مقاومة اكبر خلاص قلنا بي. ليه؟ لان الميل المقلوب يبقى الاجابة د. 32 نفس الكلام برضه، هو عاكس يبقى الميل 1 على ار. الميل 1 على ار، يبقى الواي كده اكبر. فانت كده لغيت من الاختيارات دي عشان الواي اكبر. تعالى بقى نشوف المربعات كده. بص بالراحه. انا عايز اجيب دي كام مربع؟ انا مش شايف. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. يبقى الميل بتاعت واي دي 3 على 6 بنص، يبقى ار واي ب2 عشان علاقة عكس. ماشي. تعال نشوف اكس. 1 2 3 4 5 6. 6 و6 يعني 1. بقى هو عايز ايه؟ ار اكس على ار واي يبقى نص. ماشي. 33 في الدائرة المقابلة العلاقة بين قراءة الأميتر والمقاومة. بص يا باشا، هو الموضوع بسيط. المقاومة عكس التيار، بديهيات. ما دام المقاومة زادت يبقى التيار هيقل، يبقى علاقة عكسية بين قراءة الأميتر والمقاومة. ايه الاشكال البيانيه التاليه تمثل علاقه؟ دي لسه هناخدها بالتفصيل يعني، بس هي حاليا هي ثابته يعني خدها ثابته دلوقتي واستنى مني في الدرس الثاني اقول لك ليه. ماشي. اوكي. هنا نفس الكلام، العلاقه بين قراءه الفولتميتر والاميتر في نفس الدايره، برضو نفس الكلام
الفولتميتر ثابت، وهتعرف ليه قدام شويه. يعني هي في الحاله دي بس، في الدايره بس دي ثابته، في الدايره دي بس، لكن بعد كده هنعرف يعني. ماشي. القدره والطاقه. اي الوحدات التاليه لا تكافئ الوات. الوات جول على الثانيه، صح. امبير فولت، صح. اي تربيع في ار، صح. يبقى دي الاجابه الخاطئه اللي هو عايزها. القدره المستهلكه مديك فرق الجهد ومديك المقاومه والباور في تربيع على ار، يبقى 10 تربيع على 5 ب20. الطاقة المستهلكة خلال 20 ثانية، والله ان الطاقة الاي تساوي باور في التي، 20 في 20 ب400. 36. اي الاشكال التالية تكون القدرة المستهلكة اكبر؟ القدرة في تربيع على ار. اشمعنى قلت القانون ده رغم ان فيه قوانين كتير؟ لان هو مديك فرق الجهد ومديك المقاومة. فتعالى كده اهو، يبقى هنا في تربيع على ار، هنا في تربيع على 2 ار، هنا 4 في تربيع على ار، هنا 4 في تربيع على 2 ار. طبعا واضح جدا ان هي دي الكبيرة. 37. في الدقيقتين المقابلتين تكون النسبة بين قيمتي القدرة المستهلكة في الدائرتين 2:1. مش المرة دي مديك الاي والار؟ خلاص، القدرة اي تربيع في ار، يبقى 1 اي تربيع في ار، 2 تربيع ب4 في 2 ب8 اي تربيع في ار. فما اجي اقسم ده على ده يديني 8 على 1. والسؤال هنا اشمعنى اشتغلت دي كده وده بالقانون ده؟ لسبب واحد، ان القدره ليها اكتر من قانون. في في اي طبعا مش هعمل لي المنتج القانوني اللي هنا، في في اي تربيع في ار، في تربيع على ار. فلو اداني في وار هشتغل بده، اي وار هشتغل بده، في واي هشتغل بده. هي دي الفكره. طيب، في الاشكال التاليه 3 دوائر كهربيه اكس واي زد، مين اكبر قدره مستمده؟ ما هي القدره في تربيع على ار، هنا 20 تربيع على 5، 20 تربيع على 5. اما هنا مديك الاي والار يبقى 1 تربيع في 15، وهنا مديك الفي والاي يبقى 10 في 30 في في اي. بس طبعا ساعتها هتعرف مين الكبير ومين الصغير. مروحه مدون عليها 100 واط، دي القدره باور، وفرق جهد 220 دي الفي. وسخان كهربي مدون عليه 1000 واط باور بتاعته وجهد 220. فإن مقاومة السخان مقارنة بالمروحة طبعا سهلة. الار في تربيع على الباور، هجيب الار بتاعت مروحة، مقاومة مروحة، واجيب مقاومة السخان واقدر اعرف مين فيهم الكبير. وحتى من غير ما بص كده، مش الفي ثابته الاثنين، القدره عكسي مع المقاومه، فاللي قدرته اقل مقاومته اكبر يبقى السخان اقل. ماشي، من غير ما احسب حتى. 40. الشكل المقابل يعبر علاقه بين الباور والاي تربيع من غير ما افكر، يبقى الميل هو الار 30 على 6 ب5. شكرا. اي الاشكال التاليه تعبر عن القدره والزمن؟ هو اللمبه دي 30 واط اللي عندك في الاوضه، بص فوق، هل بعد ساعه 30 واط دي بتتغير؟ مستحيل. فبالتالي القدره لا تعتمد اطلاقا على الزمن. ومن اخر الكلام بص كده، تيار، فرق جهد، بطاريه، مقاومه، باور، لا يعتمد اطلاقا على الزمن. انجز، اخلص.
على طول، خلاص ما بيعتمدش خالص على الزمن. اللي بيعتمد على الزمن بس هو الشغل. بص يا سلام عليك يا عم احمد، العلاقه بين الشغل والزمن هي الوحيد اللي بيعتمد، هي علاقه طردي. مش انت يا عم عمر دلوقتي بقالك ساعه واقف، مش بعد ساعتين هتتعب اكتر؟ بالمنطق يبقى الشغل اللي بتبذله كل ما الزمن بيزيد كل ما الشغل بيزيد. 43 بيقول لك ان العلاقه بين الباور والفي والار. خلي بالك بقى من الكلام. تخيل ان عملوا لنا بالمونتاج علاقه هنا وهنا. الباور بتساوي اي تربيع في ار، وبتساوي في تربيع على ار. فالعلاقه اللي على ايديا اللي فيها الساعه علاقه طردي مع المقاومه، والعلاقه اللي ايديا فيها القلم علاقه عكسي مع المقاومه. فانا امتى بشتغل طردي وامتى اشتغل عكسي؟ على حسب العنصر اللي ثابت. لو التيار ثابت طردي، لو الجهد ثابت عكسي. فهنا قال لك نفس البطاريه يبقى الجهد ثابت، تبقى العلاقه عكسيه. فين يا عم احمد؟ اهي. اوكي. المقاومه الكهربائيه. المقاومه الكهربائيه اذا زاد طول السلك للضعف ونقصت المساحه للنص. طبعا بقى الحاجات دي بسرعه. الار طول على مساحه 2 على نص ب4. شكرا. عند زياده طول موصل للضعف ومش عارف ايه، فان المقاومه النوعيه المقاومه النوعيه والتوصيليه دايما ثابتين. السنه طويله وممله، عشان تعرف تحافظ على الملل دايما جدد النيه. دايما انت بتذاكر لله، بتسعى لله. هدفنا الرئيسي يعني في احدى المواقف من كام يوم كده كنت بقرا بوست يعني على الفيس، كان بيقول لك ايه؟ يقول لك انت بتصلي بسرعه ليه؟ ايه الحاجه اللي وراك وانت مع قاضي الحاجات؟ فدي الحاجات دي تخليك تفكر، لا بنجري ورا ايه؟ بنسعى ورا ايه؟ فهو ايه؟ الجنه هي الغايه الاولى والاخيره. اوعى تنسى الكلام ده. يلا نكمل. 3 اسلاك نحاسيه اكس واي زد لها نفس مساحه المقطع واطوالها 2 4 1، فان النسبه بين المقاومه على الترتيب مطول طردي. مش عارف اكتبها كده ليه اصلا، يعني 1 بالترتيب ماشي، يعني 1 مع 1، 4 مع 4 عشان انا طردي ماشي كلامك يعني. بس في حاجه مش مظبوطه لان النسب فوق بالشمال، فهو مش عارف اكتبها ازاي. المفروض هي دي اصح عشان النسب من الشمال، فهو كده كاتبها كده اهو، فالفاصله بقراها باليمين، اما النسب باخدها من الشمال. فلو الصحيح يبقى انا هختار دي كده، يبقى دي الاكس ودي الواي ودي زد، عشان يبقى الكلام مظبوط. ولا هو عامل ايه؟ انا مش فاهم. دي اكس واي زد، ركز كده معايا يا عمر في الحته دي عشان ايه؟ اهو اكس واي زد، فالاكس كده مع الاثنين، والواي مع الاربعه، والزد مع الواحد. حلو. فلما اجي احطهم بالترتيب، فالزد بواحد ماشي، والواي باربعه، والاكس باتنين، همشي معاه ماشي، لان هنا هو عمل إلى مشيهم فاصله وخلاص الف. فهمنا اللعبه وخلاص يعني. ماشي. 47 3 اسلاك متماثله زد واي اكس، اصل هما بيتقروا اكس واي زد كده ماشي. يتصل كل منهما بفرق جهد حفظت عند درجات حراره 3 تي و2 تي وتي لفتره من الزمن. اي هذه تتصادم الالكترونات الحره بالمنطق. هو انا وانا قاعد على الشط والرمل سخن هفضل واقف ولا هتحرك اسرع؟ يبقى انا كل ما بسخن كل ما المقاومه بتزيد فالتصادم بيزيد. فاللي اكبر درجه حراره اللي هو اكس تصادمه اكبر، يبقى كده الاكس. طب التيار اكبر، التيار عكس المقاومه، يعني اقل درجه حراره اكبر تيار يبقى زد. اوكي. 48 موضوع الريوستات ده لسه هتكلم عنه بالتفصيل، فسيبوا السؤال الريوستات ده دلوقتي. بس الموضوع سهل يعني، هو اوله يعني لسه ما خدش حاجه، وهو ماشي كده بدا ياخد من الريوستات، خليها لما ناخدها. ماشي. اي الاشكال التاليه تمثل علاقه بين المقاومه والمساحه؟ طبعا علاقه عكسيه ما فيهاش كلام. 50 ركز بقى هنا.
مجموعة من الأسلاك لها نفس الطول، بعضها من معدن إكس والآخر من معدن واي. والشكل بين المقابل يمثل علاقة بين المقاومة الكهربية ومربع نصف القطر. كل منها عن نفس مهمة قوي قوي دي. مين أكبر توصيلية؟ في مليون طريقة، تعال ناخد واحدة أحداهم يعني. بص يا باشا، تعال نكبرها بس عشان تتخيل معايا اللعبة ماشية ازاي. اهو تعالى كده، جميل. روح هناك اهو، بس. بص يا باشا، أولا الار ال على سيجما ايه؟ يبقى السيجما طبعا انت حافظين القانون، ال على ار ايه. قال لك لهما نفس الطول، فانا كده كده مش هدخل الطول في اللعبه. طيب دلوقتي انا عندي متغيرين، عايز اثبت واحد منهم، فيقول لك ايه؟ هعمل مماس. لما عملت مماس يبقى الاثنين لهما نفس المقاومه، فطلعت المقاومه من اللعبه. يبقى السيجما بتتناسب مع المساحه عكسي بس. فلو هسقط عمود من هنا واسقط عمود من هنا، ده بتاع الاكس وده بتاع الواي، فبالتالي مين اكبر مساحه؟ اكس، يبقى اقل توصيليه. يبقى الواي اكبر توصيليه، يبقى ب. او في طريقه ثانيه، حد قال لك يا مستر ما انا ممكن اجيب المساحه اللي تحت المنحنى، حاصل ضرب الار في الار تربيع يديك المقاومه النوعيه، فبالتالي اكبر مقاومه نوعيه اكس، يبقى التوصيليه على العكس. ده ماشي او ده ماشي، ايا تكن الطريقه. جميل. 51 المخروط اتكلمت عنه قبل كده. بص يا شباب، المخروط مقاومته اصغر من الكبير اللي هو الاقل مساحه، واكبر من الصغير اللي هو اكبر مساحه. وليه قانون بس مش عندنا في المنهج يعني، رو اي في ال على جذر A1 في A2، طبعا يبقى الاجابه اقل من الواحد. 52 اذا علمت ان المقاومه النوعيه للنحاس 1.8 في 10 سالب 8، فهنا لو انت حافظ التعريف، المقاومه النوعيه هي عباره عن ايه؟ هي مقاومه موصل طوله 1 متر ومساحته 1 متر مربع اهي. بص كده الاجابه رقم ب، واضحه وبسيطه. 53 اذا علمت ان المقاومه النوعيه كذا، دي الرو اي، والمساحه 10 ملم مربع، يعني في 10 اس سالب 6، فإن السلك طوله ومقاومته. طبعا الكلام سهل، تعالى كده. الار يساوي رو اي في ال على ايه، يبقى الار على ال بتساوي رو اي على ايه. بس معاك الرو اي ومعاك المساحه، اقسمهم على بعض واقسم مقاومه على طول، مقاومه على طول، مقاومه على طول، مقاومه على طول، وشوف مين هيديك نفس النسبه، يبقى دي الاجابه الصحيحه. طبعا في اختيارات تانية كتير، ممكن تجرب الاختيارات من الطول تجيب المقاومه. 52 سلكان احدهما من النحاس والاخر من الحديد، لهما نفس المقاومه والطول، فان النسبه بين نص القطر. عشان اجيب النسبه من نص القطر لازم اجيب المساحه. ايه حديد، ايه حديد على ايه نحاس يساوي رو ايه حديد على رو ايه نحاس. وعشان اجيب نص القطر لازم اجيب الجذر، يبقى من غير ما اصلا افكر هي اللي تنفع رقم د. طبعا المقاومه النوعيه والتوصيليه علاقه عكسيه، وطبعا التوصيليه الكهربيه ولا بتعتمد على مساحه ولا بتعتمد على طول، يبقى ثابته. ماشي. 57 دول تعويض مباشر ما فيهمش اي مشاكل، خلي بالك بس من التحويل بتاع المساحه والطول. 58 سلك من الحديد طوله 3 و14 ونص قطره كذا. بص ما دام مديك نص القطر لازم تجيب المساحه باي نق تربيع، بس خلي بالك ان دي بالملي. وصل البطاريه 5 فولت ومعاك المقاومه النوعيه، فان شده التيار طبعا الاي في على ار، الفي معاك الار مش معاك
الار رو اي في ال على ايه، هتجيب المساحه وتعوض تطلع على طول. هنا الاشكال التاليه توضح 4 موصلات معدنيه لهما نفس المساحه. مين اكبر مقاومه؟ ما انا لسه قايل ان الار ال على سيجما ايه، وكده كده نفس المساحه. ال على سيجما بواحد، ال على 2 سيجما بنص، 2 على 2 بواحد، 2 على نص ب4. يبقى مين اكبر مقاومه؟ هي اكبر رقم. الحاجات بقى سهله نعديها يعني، ده تعويض بس عشان تجيب نص القطر الار جذر ايه على باي ج. برضو دي سهله حليناها. لديك 4 اسلاك من نفس الماده مختلفه في الطول والسمك تم توصيل بنفس البطاريه، فان الاميتر اكبر قراءه للتيار هو اقل مقاومه، والمقاومه القصير والتخين، قصير والتخين لان المقاومه طردي مع الطول. تعال نبص كده، قصير وتخين فين اهو، انا مش بتنمر على حد، القصير والسميك اهو. هنا بيقول لك شد التيار، الشكل اهو. مين يا عم عمر في الشكل ده كده قصير وتخين؟ اول واحد. حلو، يبقى ده كده اصغر مقاومه يعني اكبر تيار. يبقى ايه اكبر تيار؟ ماشي. مين بعديه طويل ورفيع؟ سي. يبقى سي اكبر مقاومه يبقى اصغر تيار. يبقى كده ايه الاكبر؟ بعديها السي. طيب هنا بقى دي طولها 2 ال ومساحتها 2 ايه، يبقى مقاومتها بواحد. ودي ال على ايه برضو مقاومتها بواحد. معنى كده قصير ورفيع زي طويل وتخين، يبقى بي ودي زي بعض. تعال نبص كده اهي. ماشي. 64 سلكان من نفس الماده، طول السلك الثاني ضعف الاول، او طول السلك الثاني بكتب L2 يساوي مكان ضعف السلك الاول، يبقى L2 بتساوي 2 L1، وقطره يساوي نص قطر الاول، يبقى R2 بتساوي نص R1. علمك بقى، عايز اشيل نص القطر واحط مساحه اهو، بشيل R2 واحط A2 واشيل R1 واحط A1 والرقم اللي هنا بربعه بربع. يبقى انا كده حولت نص القطر للمساحه. ازاي؟ بشيل R2 واحط A2 واشيل R1 واحط A1 والرقم اللي جنبهم بربعه. بس هو عايز ايه؟ R2 على R1. R2 طرد مع الطول يبقى L2 على L1، عكس مع المساحة يبقى A1 على 2. تعال نعوض. هتشيل L2 وتحط 2 L1، وهتشيل 2 وتحط ربع A1. طير 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 طير، 2 على ربع ب8. 65 نفس الفكرة. تعالى 66 بالراحة. 66 بيقول لك ايه؟ قضيب معدني اسطواني الشكل، مساحة مقطعه 2 سم مربع، ومقاومته 22.5. فإذا تم سحب القضيب، بص يا باشا، عايز تعرف كلمة سحبة هتفتح، هنحط لك في الديسكريبشن تحت المحاضرة الثانية، وافتح آخر جزء في المحاضرة هفهمك كل جزء سحبة ده. المهم دلوقتي ان كلمة سحبة ان الار تتناسب مع 1 على الاي تربيع عشان سحبة، يبقى R1 على R2 تساوي A2 تربيع على A1 تربيع. كل حاجة معاك ما عدا R2 يديك 40. سحب سلك معدني بانتظام حتى أصبح طوله ضعف، سحب الR تتناسب مع L تربيع. سحب بانتظام 68، سحب بانتظام سلك معدني فقل نص قطره بنسبة 20%، يعني نص القطر بقى 80% R1 في المية، يعني R2 8/10 R1،
وانا قايل لك كلمة سحب ان المقاومة تتناسب مع 1 على ار اس 4. شيل ار وحط 8 من 10 يديك 2.44. بس هو عايز زاد بنسبة كام؟ انت يا عم عمر كان معاك جنيه بقى معاك 10 جنيه، يبقى انت زدت قد ايه؟ كان معاك جنيه بقى معاك 10 جنيه، زدت كام؟ 9 جنيه. ما شاء الله. قصدك كام في المية؟ فلوس؟ معرفش. ماشي بالظبط. فهو 2.44 بقى 2 بوينت، يبقى زاد قد ايه؟ هتطرح 1. مش هو كان جنيه بقى 10، ال9 دي جابها منين؟ طرح ال 10 ناقص 1، يبقى الزياده بطرح من القيمه الجديده اللي انا جبتها. 69 نفس الفكره بالظبط، تطلع معاك اكس اس 4. في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت يمكن مش عارف ايه بتاع. اي هذه المسارات تكون مقاومه اكبر، بترخم اكبر. بص يا باشا، اكبر مقاومه من الاخر اكبر طول، ريح دماغك. فين اكبر طول؟ 3L ولا 2L ولا L؟ يبقى طبعا رقم دخل من 3L هي الاكبر، يبقى مساوي رقم 1. طبعا احنا في السؤال ده لما حليناه في الشيت كان الثلاثه نفس الارقام، يعني 2L و2L و2L عشان بس ايه تلخبطش. ماشي. معاك حجم، معاك مساحه، معاك مقاومه، عايز توصيليه. في بوستر هينزل على الصفحه بتاعتنا في ملخص المقاومه كلها. خدنا قانون ان الار بتساوي رو اي في فوليوم على الاي تربيع. هات الرو اي كل حاجه معاك، هو عايز توصيليه 1 على الرو اي، تطلع زي ما تطلع. 72 نفس الفكره، تعويض مباشر، هيطلع معاك د. 73 سلكان من النحاس، طول الاول 10 وكتلته 1 من 10، وطوله الثاني 40 وكتلته 2 من 10. ايه القانون اللي خدناه بيربط بين الكتله والطول والمقاومه؟ اهو ار بتساوي رو اي فرو في ال تربيع على الام، يبقى R1 على R2 تساوي L1 تربيع على L2 تربيع M2 على M1. كل حاجة معاك عوض يديك تلت، واللي تحتيها نفس الفكرة بنفس القانون تطلع 8 على 1. 75 اسطوانة مجوفة. هديك فكرة وانت كمل بقى. برضو في المحاضرة الثانية مشروحة كلمة اسطوانة مجوفة بيكون بدي نص قطرين. اللعبة كلها في المساحة. النص قطرين دول هتجيب مساحة الأول ومساحة التاني وتطرحهم من بعض عشان تجيب المساحة اللي هيتحرك فيها الإلكترونات دي. بس خلاص، بس بعد كده رو ايه في ال على ايه، مفيهاش مشاكل. السؤال ده تعويض برضو سهل. هنا عايز ايه؟ اكس على ايه واي. اولا الميل رو اي على ايه، وقال لك كلهم لهما نفس الماده. شكرا. يبقى ايه اكس على ايه واي بيساوي تان واي على تان اكس عشان عكسي. بس تان واي 30 وتان اكس تان 60، عوض ويطلع الناتج. دي نفس الفكرة ودي نفس الفكرة ودي نفس الفكرة. خلاص تقريبا كل الأفكار زي بعض. آخر سؤالين. طبعا هو كتاب الامتحان الدرس الأول أصلا عموما في الفيزياء هو مش صعب، يعني هو اللعب كله في الدرس الثاني والثالث، بس إن شاء الله بعون الله كل حاجة تبقى سهلة. سلك مقاومته R يستهلك قدرة باور عندما يكون فرق الجهد بين طرفي في، فإذا سحب الطول للضعف يبقى المقاومة 4 بربع. طب القدرة فاكرين من ايديا الشمال واليمين العلاقة بين الباور هنا طردي وهنا عكسي، فقال لك عند ثبوت الجهد يبقى علاقة عكسية،
يبقى ما دام المقاومة زادت 4 أمثال يبقى القدرة تقل للربع. السؤال الأخير، سلك طوله 2 متر ومساحته كذا، معاك فرق الجهد، معاك القدرة، عايز المقاومة النوعية. رؤي يساوي ار في ايه على ال، معاك المساحة، معاك الطول، فاضل لك الار في تربيع على الباور، هتجيب في تربيع على باور وبعدين تجيب مقاومة وتجيب الرؤي. والطلب الثاني عايز عدد الالكترونات، الان بتساوي اي في التي على اي، التي معاك والاي ثابته، الاي بتساوي باور على الفي، وتعوض وتشتغل. وكده خلص الدرس الاول من كتاب الامتحان بكل سهوله بكل بساطه. انتظروا باقي الحل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.